مرحبا في فيديو جديد حول ما سيحدث. اليوم سنتحدث عن ماذا حدث مباشرة بعد انقراض الديناصورات. قبل 66 مليون سنة، كان هناك نيزك بحجم جبل إيفرست كان في طريقه لاصطدام مميت مع الأرض. كان الاصطدام مدمرا لدرجة أنه أزال أكبر وأخطر الزواحف التي جابت كوكبنا على الإطلاق. لكن الديناصورات لم تمت فجأة من انفجار واحد كبير. لا، واجهوا نهاية بطيئة ومؤلمة. كيف تسبب هذا الحدث الانقراضي أكبر تسونامي رأته الأرض على الإطلاق؟ وماذا حدث بالضبط بعد اختفاء الزواحف الكبيرة؟ استعد جيدا، نحن نأخذك في أكثر رحلة ملحمية ومميتة في حياتك. لم يكن ذلك فحسب، بل كان يبلغ قطره حوالي 10 كيلومترات، 6 أميال، ولكنه كان أيضا يسافر بسرعة لا تصدق، بين 10 و 30 كيلومترا في الثانية، 6 إلى 18 ميلا في الثانية. في هذه النقطة، كان كرة نارية مشتعلة، وبينما كان يندفع نحو الأرض، كان الهواء أمامه يتعرض للضغط والتسخين إلى درجات حرارة ساخنة لا يمكن تصورها. قبل لحظات من الاصطدام، يمكن أن يكون النيزك ساخنا مثل سطح الشمس. بمجرد دخوله لغلافنا الجوي، استغرق هذا الصخر الفضائي الضخم بضع ثوان فقط للوصول إلى سطح الأرض وتغيير مسار الحياة إلى الأبد. الاصطدام. وعندما اصطدم النيزك بالأرض قبالة ساحل المكسيك حاليا، أطلق كميات هائلة من الحطام إلى الهواء. موجة الانفجار المروعة قتلت كل شيء في طريقها، ومن هنا كانت الأمور تتدهور فقط. ثم، في الوقت الذي يعتقد فيه الشخص أن السيناريو المروع لا يمكن أن يصبح أكثر تكثيفا، حسنا، حدث ذلك. كانت هذه الانفجارات القوية تطرح قطعا من سطح الأرض إلى الغلاف الجوي، وبعد دقائق، تمطر قطعا من الزجاج والصخور ساخنة جدا. تفاعل بعض الحطام مع الغلاف الجوي، مما تسبب في أمطار حمضية ستستمر لسنوات. كانت الأرض تحترق. أحدثت الحرائق التي تسبب فيها هذا الاصطدام المدمر انتشارا عبر القارة كالحرائق البرية الحرفية، مما أدى إلى موت المزيد والمزيد من الحياة على طول الطريق. ثم، وفي اللحظة التي كنت فيها تعتقد أن السيناريو المروع لا يمكن أن يصبح أكثر حدة، حسنا، أصبح. تأثير اصطدام النيزك بالأرض كان بهذه القوة حتى أرسلت صدمات عبر الكوكب. وكان على كل تلك الطاقة أن تذهب إلى مكان ما. تعالوا نشاهد التسونامي الضخم. جدار مائي يتجاوز 10 أمتار، 33 قدما، في الارتفاع تسابق عبر المحيط. لم يكن هذا تسونامي عاديا. كان يبلغ 30,000 مرة أقوى مما تراه اليوم. بينما انتشرت هذه الأمواج العملاقة عبر شمال المحيط الأطلسي وجنوب المحيط الهادئ، لم تكن السواحل لديها فرصة. ضربت الموجة بقوة حتى دمرت وأعادت تشكيل القارة. إذا كنت هناك لشهود هذا الدمار المروع، حسنا، لن تنجو من أي شيء من ذلك. ولكن بعض الديناصورات فعلت. نعم، تلك الديناصورات التي كانت أبعد من منطقة الصدمة لم يحطموا على الفور من قبل الاصطدام. لم يحرقوا بواسطة الحرائق الناتجة، وتمكنوا من تجنب أن يجرفوا من قبل التسونامي الضخم. ولكن مصيرهم كان محتوما. مع ترسب الغبار، بدأت بداية الشتاء النووي. على الرغم من أنه لم يكن الأسلحة النووية التي تسببت في ذلك، إلا أن التأثير كان مماثلا. الكم الهائل من الحطام في الهواء حجب أشعة الشمس لعدة أشهر، ربما حتى سنوات. أصبحت الأرض فجأة مكانا باردا ومظلما، والديناصورات لم تكن جاهزة لذلك. مع انخفاض درجات الحرارة وإطلاق الحرائق كميات هائلة من غازات الاحتباس الحراري، تغير المناخ بشكل كبير. لم تكن النباتات قادرة على القيام بعملية التمثيل الضوئي، وبدأت معظمها في التخلص تدريجيا.
هذا شوش سلسلة الغذاء وجوع العديد من الحيوانات التي نجت من الاصطدام. وتذكر المطر الحمضي استمر لعدة سنوات، مسببا المزيد من الدمار للنظم البيئية. أصبحت المحيطات حمضية جدا بالنسبة للحياة البحرية. لم يكن لدى معظم أنواع المحيطات الوقت الكافي للتكيف مع هذا التغيير الجذري. هذه الظروف القاسية الممتدة بالإضافة إلى الانفجار الأولي دفعت حوالي 75% من حياة الأرض تقريبا حتى الانقراض. الخبر السار هو أن ذلك شمل تيرانوسور الرهيبة. نعم، بقدر ما أشعر بالأسف لهذا الرجل، أنا سعيد لأنه لم يكن يجول حتى الآن. عندما أخرج آخر الديناصورات أنفاسها الأخيرة، أصبحت الأرض مكانا فارغا مدمرا، بارد وحمضي. فمتى عادت الأمور إلى طبيعتها؟ نعم، حسنا، إليك الأمر. لم تعد كالعادة في عصر الديناصورات، على أي حال. لم تعد الأرض تعيد بناء نفسها بعد ذلك. إنها أعادت ابتكار نفسها. بعد الاصطدام 1000 عام لاحقا، كان الكوكب يتعافى من الشتاء ما بعد النهاية العالمية. كان لا يزال باردا وكانت الطعام محدودا لا يزال. ولكن الحياة كانت جاهزة للعودة. في هذا العالم البري الجديد، كانت بعض الحيوانات الفروية الصغيرة تركض في كل مكان. من بين أولى النباتات التي عادت بعد الاصطدام كانت الشيدان. استفادت حقا بشكل كبير من الكارثة. 100,000 عام لاحقا، بدأت الأرض في أن تصبح أكثر حيوية قليلا. كانت المخلوقات بحجم الراكون تعيد توطينها على القارات. وكانت المحيطات مليئة بالحياة مرة أخرى. انتقلنا قرابة 10 ملايين سنة قدما، وأخيرا استعادت الأرض تقريبا حيويتها. بعد الاصطدام الأخير، كانت الحياة جاهزة للعودة. في هذا العالم البري الجديد، كانت بعض الحيوانات الفروية الصغيرة تركض في كل مكان. من بين أولى النباتات التي عادت بعد الاصطدام كانت الشيدان. استفادت حقا بشكل كبير من الكارثة. 100,000 عام لاحقا، بدأت الأرض في أن تصبح أكثر حيوية قليلا. كانت المخلوقات بحجم الراكون تعيد توطينها على القارات. وكانت المحيطات مليئة بالحياة مرة أخرى. انتقلنا قرابة 10 ملايين سنة قدما، وأخيرا استعادت الأرض تنوعها البيولوجي. لكنها لم تكن الأرض نفسها كما كانت عليه. الآن كانت عصر الثدييات. نعم، بعد أن غادرت الديناصورات، كانت الثدييات في الصدارة. ليس بالطبع حرفيا. الثدييات، جنبا إلى جنب مع الطيور والنباتات المزهرة، كانت تحكم الكوكب. نعم، لم تعد الأرض تعود إلى حالتها القديمة. بعد وفاة آخر ديناصور، أخذ كوكبنا ملايين السنين للعودة بطريقة جديدة. لكن لا تفهمني بشكل خاطئ، كان هذا العالم لا يزال مخيفا للغاية. كانت هناك وحوش مثل باراسيراثيريوم تجوب الأرض، والميغالودونات تسلط الرعب في المحيطات. نعم، من الأفضل حقا ألا تكون معظم هذه المخلوقات موجودة في هذه الأيام. لن تريد مواجهة ميج عندما تكون هناك تسبح في المحيط.